السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. معاكم الاء مصطفى، والنهارده هنعمل مع بعض الفراخ المشويه الجميله دي. بس بجد يعني ايه رايكم في الجمال ده؟ حاجه قمه في الروعه بجد، يعني طعم وشكل بيتكلم عن نفسه. وكمان هنعملها بطريقه بسيطه جدا وبتتبيله مميزه قوي قوي، هتعجبكم جدا وهتعتمدوها، وكمان احلى من مطاعم مليون مره. يلا بينا بقى نبدأ في الفيديو ونشوف هنعمل الفراخ الجميلة دي ازاي. انا عندي هنا علشان اعمل التتبيلة بتاعتي فلفل رومي وفلفل حراق، شطة يعني حراقة، وكمان 3 فصوص من الثوم وبصل وطماطم، بصلاية متوسطة وطماطمتين متوسطين. عندي هنا معلقة صغيرة من توم باودر، بصل باودر، بابريكا، وكمان كركم وكاري وزعتر، وكمان الملح. تمام، وبهارات مشكلة. ان شاء الله هكتب لكم برضو البهارات والتوابل في صندوق الوصف. هحط بقى كده في الكبة بتاعتي الخضار. تمام، وهنعيد مع بعض تاني. التوابل عبارة عن معلقة صغيرة من توم باودر، بصل باودر، وكركم وكاري وفلفل اسود وبابريكا، وكمان زعتر وبهارات مشكلة. هحطهم بقى كده في الكبة وهضربهم كويس جدا. وهحتاج معاها كمان معلقتين كبار من الخل. طبعا الخل الابيض بيدخل كده بيساعد على سرعة التسوية، وبيتخلل كده في انسجة الفراخ بتاعتي. وكمان هحتاج عصير ليمونة كبيرة. اي تتبيلة ما تستغناش عن الليمون، استحالة، يعني بتغير الطعم 360 درجة. تتبيلة يعني ليمون اساسي فيها. هبدأ كده بقى ان انا اضرب التتبيلة بتاعتي الحلوة دي كويس جدا. انا عايزاها ناعمة بيوريه خالص، يعني ما لاقيش فيها اي قطع من الخضار. طبعا مكونات بسيطة جدا عندنا كلنا في البيوت كلها، يعني طماطم وبصل وفلفل رومي، والتوابل كمان ان شاء الله بسيطة خالص. احنا بنحاول نجدد كده في التتبيلات ونغير في الطعم. بصوا بقى ناعمة جدا ازاي، ضربتها كويس قوي. هبدأ كده احط في البولة بتاعتي التتبيلة اللي عملتها الجميلة. طبعا ريحتها يعني مش عايزة اقول لكم عاملة ازاي، قلب الدنيا. طبعا انا مرضتش بقى احط الصلصة والمستردة والزبادي، لان هم اصلا بيوريه خالص، برضو مش محتاجين ان هم ان انا اضربهم يعني في الكبة مع الخضار. تمام، بصوا بقى شكلها يجنن بجد، وريحتها حاجة تانية خالص. هبدأ بقى كده ان انا اخد الحاجات اللي هي معايا، باقي المكونات. هحتاج حوالي معلقتين كبار من المستردة. تمام، المستردة بتفرق جدا في المشويات. وكمان عندي الزبادي، هحتاج منها حوالي معلقتين كبار. طبعا الزبادي هيطري معايا بقى انسجة الفراخ خالص، ويخليها جوسي كده وما تنشفش مني وانا بشويها. تمام، وكمان عندي هنا صلصة الطماطم، هحتاج منها حوالي معلقة كبيرة. طبعا هي بتخلي بقى اللون بتاع التتبيلة كده حلو قوي. لو مش متوفرة تقدري تستغني عنها وتقدري تزودي طماطم شوية. خلاص كده التتبيلة جاهزة معانا، بس ما ننساش ربع كوباية من الزيت. الزيت بقى هيخلي الفراخ بتاعتي فيها لمعة كده جميلة جدا زي بتاعت بره، بتبقى حلوة قوي. وهنقلب بقى كده كل المكونات الجميلة دي مع بعضها، وتعمل لنا خليط كده تحفة، تتبيلة قمة في الجمال بجد. مش عايزة اوصف لكم، مش عارفة اصلا اقول لكم مدى جمالها عاملة ازاي. عندي هنا الفرخة بتاعتي، تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي مع بعض. طبعا انا غسلتها كويس جدا جدا ونقعتها. علشان بقى اعملها زي بتاعت بره، هحاول ان انا افصل سلسلة الظهر بسكينة تكون حامية طبعا. هحاول كده من عند الرقبة من ورا، طبعا هقلبها، واحاول ان انا افصل كده سلسلة الظهر خالص. ولو في اي عظمة كده نحاول ان احنا نكسرها. تمام، من عند الورك من تحت. لكن الموضوع مش صعب خالص من فوق، يعني بكل سهولة زي ما انتم شايفين كده. انا فصلت سلسلة الظهر خالص. ولو في اي عظمة نحاول ان احنا نكسرها كده بالراحة ونفصلها.
خلاص كده بصوا سلسلة الظهر كلها الرقبة الطويلة دي طلعت معايا بكل سهولة. بصوا يعني مفيش اسهل من كده. وطبعا بقى تغيير في الشكل، وطبعا يعني بسيطة جدا مش مرهقة خالص. وطبعا الفراخ بتاعتي مغسولة كويس جدا ومتنضفة. وكمان الجزء اللي هو عند الصدر ده بكل سهولة تبدأي هوب تفتحيه على طول، مش محتاج سكينة ولا اي حاجة. هنبدأ بقى كده ان انا اعمل فتحات في الفرخة بتاعتي. هنعمل كده فتحات في الصدر علشان ما تاخدش معايا وقت في التسوية كمان، والتتبيلة بتاعتي تدخل جواها كده، والفرخة بتاعتي تتشبع من التتبيلة الحلوة. وبسكينة بقى كده تكون بوزها رفيع، وهبدأ اشكشك الفرخة بتاعتي علشان برضو تسرع معايا التسوية والتتبيلة تدخل جوه الفرخة. خلاص كده الفرخة بتاعتي جاهزة معايا. هجيب بقى التتبيلة الحلوة دي وهحط فيها الفرخة. تقدري تنقعي الفرخة في التتبيلة مدة ما تقلش عن 4 ساعات، ده لو مستعجلة. طبعا الافضل انك تبيتيها ليلة كاملة في التلاجة. هبدأ بقى كده ان انا اغلف الفرخة بتاعتي بالتتبيلة، وادخل بقى في الفتحات اللي انا عملتها بالسكينة علشان تتشبع منها كده ويبقى شكلها وطعمها جميل قوي. بس كده تتبيلة الفراخ وجاهزة معايا، وما خدتش معايا وقت خالص خالص. تقدري تعمليها قبل ما تنامي، وتاني يوم تبدأي تشتغلي فيها على طول. هبدأ اغلفها بقى واسيبها ليلة كاملة في التلاجة. خلاص عدى ليلة كاملة، وهبدأ بقى ان انا اشتغل في الفراخ بتاعتي. هشيل كده الاسترتش. مش عايزة اقول لكم بقى ريحتها اصلا وهي كده قلب الدنيا، التتبيلة تحفة. عندي هنا في صينية انا حطيت فيها مية عادي من الحنفية، مش مغلية ولا حاجة. وحطيت بقى فيها كرفس، بقدونس، اي حاجة متوفرة عندك. تمام. بتدي نكهة كده لما البخار المية يطلع على الفراخ وتسويها، بتبقى حلوة قوي. طبعا عندي بقى شبكة الشوي بتاعتي تكون يفضل مقاسها نفس مقاس الصينية. هبدأ ان انا اخد الفرخة واحطها كده على الشبكة بكل سهولة. الموضوع بسيط جدا. وطبعا في الفترة دي هكون مشغلة الفرن بتاعي على اعلى درجة. طبعا هحط الفراخ بتاعتي على الرف السفلي لمدة ساعة بالظبط، مش هتاخد اي وقت خالص. بصوا وانا بقفل اصلا على الفرخة الموضوع مش صعب ومش حجمها كبير، لان احنا شايلين سلسلة الظهر خالص، وكمان خفيفة. تقدري تديها لون كده تحت الشواية حلو جدا. بصوا بقى الشكل واللون عامل ازاي، بجد تحفة. وكمان واخدة التخطيطة دي اللي هي زي بتاعت بره من الشبكة، قمة في الروعة. هرش عليها كده شوية كده من الكزبرة الخضرة. يعني مش عايزة اقول لكم على مدى جمالها، مستوية قوي قوي. يعني بصوا حتى يعني الورك هيطلع منها خلاص. وكمان الصدر مستوي خالص، ما خدتش اي وقت، بالظبط ساعة، وكانت في الجمال ده. ايه رأيكم بقى؟ يا رب النهاردة الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير كتير للفيديو، سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، واستنوني في فيديو جديد. مع السلامة.